الرحمن الرحيم. لقاء مع المهندس مدير مكافحة الزراعة ببسيون الأستاذ خالد عويس. يا أستاذ خالد، ممكن نسألك سؤال كده على القطن دوت؟ اتفضل يا استاذ إيه سمير. المعاملات الزراعية اللي أدت هذا المحصول والناتج الكبير لهذا المحصول؟ والله احنا بالنسبه للساده المزارعين طبعا احنا في الايام دي يعني في تضارب في الاقوال. يقول لك على البذره بتاعت القطن، يعني كل الصنف 97 من اجود الاصناف واحسن الاصناف وبيدي انتاج عالي. يعني احنا قدامنا اهو حضراتكم، ويبص القطن اهوت بسم الله ما شاء الله، اللوزه كبيره اهوت والانتاج عالي جدا جدا. ويرجع السبب لموضوع بس الري، يعني المزارع دهوت مهتم بري محصول القطن. يعني هو كان بيروى كل 10 ايام، واحنا طبعا تعليماتنا للساده المزارعين لان الجو درجه الحراره السنه دي عاليه جدا عن اي سنه. القطن كائن حي زي اي كائن حي بيحتاج ميه، فاحنا كنا حتى بننصح الساده المزارعين ان هو يروي كل 10 ايام، وده خير دليل اهوت. يعني حضرتك ممكن تمشي الشاشه اهوت على القطن اهوت، بسم الله ما شاء الله. يعني اللوزه كبيره جدا والقطن مفتح كله وانتاج عالي جدا وانتاج عالي. وده هو بيرجع طبعا احنا عارفين حضراتكم ان السنه دي كان في زياده جدا في حشره الجسد، حشره الجسد اللي هي الخضراء ديت. ودي كانت من ابسط الحشرات في السنين اللي فاتت، بس هي نازله بكثافه كبيره جدا في الايام اللي احنا فيه. وطبعا احنا كنا موفرين ادويه في كل الجمعيات اللي احنا بنرش بها الحشره، اللي هو هاي ليفل ودولف اللي هو موجود حاليا يعني في الاداره الزراعيه، موجود في الجمعيات. اللي بننصح الساده المزارعين ان هو يهتم حتى ولو في الفترات الاخيره بتاعه القطن ان هو يروي القطن كل 10 ايام، ما يزودش عن 10 ايام. وده خير دليل اهو قدام الساده المزارعين ان هو القطن هو عالي الانتاج واللوزه كبيره جدا. اللي في مزارعين بيشتكوا يقول لك اللوزه بسيطه والورق ناشف ومش عارف، ده خير دليل قدام الناس اهو. ودي بحاجه واحده بس، ان هو المزارع بيهتم بعمليه الري. وفي والله معلومه دلوقتي حتى احد المزارعين كنا قاعدين نتكلموا مع احد المزارعين، يعني قال لك ان فيه محصول قطن كان مزروع جنب محصول رز. الاربع خطوط او الخمس خطوط اللي هي بجوار الارز، القطن خلص مختلف عن باقي الحقل. وده اكبر دليل ان الميه لها تاثير كبير، لان احنا حضراتكم زي ما انتم عارفين القطن كائن حي زي اي كائن حي. هل الانسان مثلا بالنسبه للظروف العاديه لما بيشرب زي الشتاء؟ الصيف مختلف عن يا الشتاء. باشمهندس خالد، والنبي اتفضل. تنوه برضه عن الإجهاد الحراري للقطن في الموسم القطن بتاعه، لأنه بيبقى محتاج درجة حرارة معينة، تمام. ولو زادت عن حدها أيوة. المفروض أقرب المسافات بتاعة الري. مسافات الري، ما احنا حضرتك يا باشمهندس سمير احنا بننصح الساده المزارعين من زمان من اول الموسم عشان درجات الحراره العاليه ديت يتغلبوا على درجه الحراره العاليه دي ازاي؟ يتغلبوا عليها بتقليل فترات الري. يعني احنا كنا في العاده مثلا بنروي مثلا كل 20 يوم 25 يوم، دلوقتي احنا بنروي كل 10 ايام. وبننصح الساده المزارعين حتى في الاونه الاخيره بتاعه القطن ان هو يقرب فترات الري عشان ومع يحصل. تغير برضه الظروف المناخية اللي كل سنة درجة الحرارة بتزيد فيه، اي المفروض بتعلى. يبقى الفلاح واعي للنقطة ديت، ايوه. يقرب مسافة الري. تمام تمام. يعني هو كل واحد دكتور طبعا أرضه، ويبقى ايوه عارف أرضه هتشرب إمتى ايوه. ويرويها على طول، علشان الجهاد الحراري بتاع القطن بيحتاج درجة حرارة معينة. لو تمام. زادت عن حدها ايوه بينقلب لضدها. يعني تمام. إيه؟ يعني بيجهد نفسه لما يبقى عطشان قوي ايوه ويشرب بيموت، تمام يبدأ يحمر، يبدأ يسقط اللوز، يبدأ يسقط النوار، تمام. الحاجات اللي زي دي. الله ينور يا باشمهندس سمير. يعني في الظروف درجات الحراره العاليه دي بنتغلب عليه ان بموضوع الري نجرب فترات الري. وبرضه نصيحه للساده المزارعين دايما يروي اخر النهار، ما يجيش مثلا اثناء الظهر ويروي. ده بيؤدي لطرد اللوز، يطرد اللوز والوسواس ويوقع الورق، لان بيحصل عمليه تشك للنبات. النبات بيجي طارد البتاع. زي برضه عمليه الرش، وانت بترش اي مبيد دايما رشك اخر النهار، ما ترشش الظهر. لان في ثقافه للساده المزارعين يقول لك مثلا العنكبوت ترش الظهر، دي ثقافه بين المزارعين وبعضهم، لكن هو الصح ان دايما ترش اخر النهار. وموسم موفق باذن الله للساده المزارعين. وللساده المشاهدين برضو يعني يبصوا على الطبيعه اهوت. ادي والله القطن، انتاج عالي خالص ادي اهو. القطن وحلاوه القطن المصري طويل التيله. واحنا في قريه كتامه دلوقتي، كتامه وقريه بسيوط. كتامه مركز بسيون محافظه الغربيه. عندك ده جيزه 86، ادي الصنف، وادي 97 المحصول 97 الصنف 97. جيزه 97. جيزه 97. اللهم صل على النبي. ادي القطن عايز ينجمع لوحده يا جماعه، الله اكبر. ولسه بقى لما اخش لكم كده على ايه المحصول كله، الله اكبر الله اكبر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.